كل حاجة بقى حصلت في الفرح وكل الترتيبات هعرفكم عليها دلوقتي. وشكرا لكل اهلي وعيلتي واهلي الاء وقفوا جنبنا. شكرا، تعبوا جدا معانا والله. الحمد لله عدت على خير. شكرا لكل اللي ساعدنا في اي حاجه، وشكرا لحبكم لينا، وشكرا لكلامكم الجميل، وشكرا لكل الحاجه ديت. الستوري اللي جاي دوت هقول لكم على كل حاجه في الفرح، كل حاجه جميله حصلت معانا، وكل حد ساعدنا في ان الفرح يطلع بالحلاوه ديت علشان خاطر تتعاملوا معاهم، لان مش هتلاقي ناس احسن. عايز اشكر اخويا وحبيبي حماده ممدوح. استني الاقي الصوت بعد اذنك عشان ايه الناس تسمع وتركز معانا كده. بعد اذنك مش وقت غسيل مواعين. حماده سكسفون. الفرح ما كانش هيبقى موجود والله العظيم، ولا كان هيبقى فيه الفرح كان بيولع بيه. والله العظيم بجد انا بشكرك. اهم نقطه بقى اللي ما اقدرش انساها وما ينفعش تعدي كده هباء كده، الدي جي اللي كان مخارب الفرح ومولع الفرح. وهو عايز اقول لكم ان زين مش دي جي بس. زين مش دي جي بس، زين بينظم بيرتب. بتقول له انت عايز الفرح يطلع ازاي قبل الفرح بيومين، بيطلع لك الفرح زي ما انت بتقول له. عايز تبدا بايه، وعايز تنهي بايه، وعايز ترقص سلو امتى، وعايز تعمل ايه. بتيجي انت مثلا دلوقتي في الفقره بتاع السلو بيفضي لك الاستيدج خالص، بيعمل لك الفرح زي ما انت رسمه بالظبط. طبعا ما اقدرش انسى احمد بلال طبله. كلكم شفتوا الطبله اللي كانت خاربه الدنيا في الفرح وفي القاعه. احمد بلال مش مجرد واحد ماسك طبله وبيطبل، عشان في ناس ممكن تفهم الموضوع غلط. احمد بلال مش مجرد واحد بيطبل، لا، هو بيعمل برضه تنظيم وبيعمل يعني بيخليكوا ايه عارفين، بيعمل بهجه. هو بيعمل بهجه، هو بتاع الهبا هبا هبا. يعني إيه الهبا ما تنفعش من غير احمد بلال. وتجيبوا فرحك هيعمل لك شغل جامد، او انت هيعمل لك شغل جامد. بالنسبه بقى للرواب اللي انتوا شفتوها في الفرح دي كلها وطقم الرواب دوت، انا عايز اقول لكم ان احنا لفينا كتير جدا جدا عشان اجيب الروب بالمواصفات ديت، وان انا اكتب عليه اللي انتوا شفتوه ده كله. ما لقيناش احسن من شمندوره ستور. هي رقم واحد فعلا في الشغل ده كله. ورحت لها لحد عندها. تعالي هنا. انا عارف انت ما تزقني، مش عايزه تطلعي المواعين. لا والله انا عايز اقول لكم ان شمندوره بجد انا بوجه لها التحيه والشكر دلوقتي من موقعي هذا. بقول لها بجد شكرا على ان انت عملتي لي اللي انا عايزه. لا بص، هي احنا خدنا منها روب العروسه والروب العريس واصحاب العروسه واصحاب العريس، وطلعنا الفيديوهات الجميله اللي انت شفتوها دي. اي حد بقى مش هيجيب دلال الفرح بتاعه هيندم كتير جدا. ده هيندم ندم عمره. دلال بتيجي تخرب الدنيا، واقسم بالله بتولع الفرح. جابت لنا النظارات الجميله اللي كلكم سالتوا عليها يا بتنور. احنا ما نعرفش النظارات بتتجاب منين. هي احنا جايبينها من عند دلال. احلى دخله دخلناها دخلة دلال. نظارات بتنور، مسدسات بتولع، كل حاجه شغل على الأرض. وفعلا فعلا بتحب شغلها جدا جدا. يعني هي جايه بتهيص الفرح كله. يعني هم كلهم كده التيم كله مع بعضه كده هيص الفرح بصراحه. محمود غيتا بقى اللي ماسك الشغل بتاع التصوير كله، وهو اللي عامل لكم الفيديوهات العظمه اللي على اليوتيوب دي كلها، وهو اللي عامل الكليب الجامد دوت، وهو اللي مصور، وهو اللي منتج، ومعاه فريق كامل كده بيعمل كل حاجه. اخويا وحبيبي سيمو بقى ما اقدرش انساه. عايز اقول لكم ان هو فوتوغرافر جميل جدا ومحترم جدا 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 جدا، وانا فرحان ومبسوط ان انا عرفته وتعاملت معاه. فانا بوجه له الشكر من هنا، من هذا البيت البسيط الجميل المتواضع، وبقول له شكرا ان انت كنت موجود في فرحي ووثقت لي كل اللحظات ديت. بس مستني الشغل بتاعك يا سيمو. بعد اذنكم يا جماعه قولوا له شدي حيلك شويه يا سيمو. انا عارف ان هو بيتاخر عشان بيطلع شغل عظمه، بس انا برضه عايز اتفرج على الشغل متشوق جدا، لان انا عارف ان سيمو هيعمل عظمه. فانتوا استنوا عشان هتشوفوا الشغل بتاع سيمو هينزل لكم دلوقتي على الصفحه. بالنسبه بقى للبدله، للناس اللي بتسالني على البدله، لا مش هعمل للبدله ولا هوجه له الشكر، لان كان فيها ديفوهات. فانا مش هعمل له اي حاجه، لان انا بنقل لكم الحاجه الكويسه بس. انا مش هنقل لكم غير الحاجه اللي فعلا انتوا تتعاملوا معاهم وتقولي لي بجد كويس ان انت عرفتنا على الناس دي. مش اي حد اقول لكم عليه. نورتني والله. تسلم لي. حسام ده حبيبي. يعني انا كنت اول مره بشوفه كان في الفرح على الطبيعه. قبل كده كنت بشوفه في الفيديوهات بس. راجل جميل محترم وانا حبيته جدا. انت احلى واطيب على الحقيقه، وكلهم حبيبي. يعني انت اجمل. انت اللي عيونك حلو. واحنا عايزين